الكبير العربي الكبير وسيني الأعرج. قبل هذا شرط الركن. في عينيك وطني، وطني في عينيك، وطني في عينيك. سفر في رحاب الثقافة والوطن. أيها المسافر أينما حللت، تكلم عنك وعني، زادك فكر وفن. في عينيك وطني، وطني في عينيك. إذن في وطني في عينيك في الجزء الأول احتفاء خاص بالروائي العربي الكبير وسيني الأعرج اللي حاضر في تونس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. جمعية مجيدة بوليلة للحداثة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والرابطة التونسية المواطنة تستضيف الروائي الجزائري العربي الكبير وسيني الأعرج. ونحن نتحدث عن المرأة. أنطلق بقولة لروائينا الكبير يقول: في كل امرأة شيء من المستحيل، وفي كل رجل شيء من العجز والغباوة في كشف هذا المستحيل. فاطمة بن محمود، صباحك تونسي. شكرا. نحب نصبح على المستمعين الكرام في كل مكان من الأرض. شخصيا سعيدة جدا وشرف لي أني أحاور الروائي العالمي الكبير وسيني الأعرج. صباحك تونسي أستاذي، مرحبا بك. صباح النور. صباح النور، يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذي وسيني الأعرج، صديق تونس الحميم والقريب جدا. مرحبا بك أستاذي. يا اهلا بك، اهلا بك استاذي. قبل ما ننطلق في الحوار معك باش نخلي فاطمه بن محمود تقدمك للمستمع التونسي، تفضل. هذا يفرحني برشا. وسيني الأعرج روائي عربي كبير، مشهور ومعروف، ما يستحقش برشا تقديم مني. هو اسمه في حد ذاته علامة أدبية مميزة. هو جامعي وروائي جزائري، يشغل منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وأيضا في جامعة السربون في باريس. يعتبر وسيني الأعرج أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي. تنتمي أعمال وسيني الأعرج إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائما عن طرق تعبيرية جديدة وحية. ولذلك وسيني الأعرج يباغت دائما قراءه في كل رواية ويضمن الدهشة في كل عمل إبداعي جديد. مرحبا بك مرة أخرى روائينا الكبير وسيني الأعرج. بماذا ننطلق فاطمة؟ ننطلق بعلاقة الحب التي تجمعه بتونس. طبعا أنا نحب نقول له أنت صديق تونس وقريب جدا من القلوب المبدعين التوانسة، وعنده برشا قراء ومعجبين في تونس، ودائما هو ضيف مبجل على أهم وأبرز الملتقيات التونسية. سؤال كلاسيكي لكن سؤال جميل ولذيذ. ماذا تمثل تونس لك سي وسيني الأعرج؟ أولا صباح الخير وشكرا للدعوة الكريمة لهذه الجلسة الصباحية اللطيفة. تقديم كافي وشافي ووافي، شكرا لك. طبعا تمثل لي تونس يعني أولا الامتداد الطبيعي والروحي والثقافي والحضاري والإنساني، تمثل المشترك التاريخي بين الجزائر وتونس وبقية البلدان المغاربية، تمثل لي أيضا الدم المشترك بين الجزائريين والتوانسة في ساقية سيدي يوسف. نعم. تمثل لي أيضا هذا الحب الدائم الذي يكنه القراء التوانسة لما أكتب وللقاءات. يعني الدليل اليوم يعني في قاعة البلديات، كثير سعيد بهذا الجمهور الضخم والكبير والجميل. أيضا أدهشني أنه جمهور أيضا يتابع يعني من الروايات الأولى حتى للنصوص الأخيرة بحضور استثنائي، ولهذا أقول شكرا لتونس وقلبي دائما معها في اللحظات الجميلة ولكن أيضا في اللحظات الصعبة. نعم. في اللحظات الصعبة أنت تعلم أن تونس فعلا تمر بلحظات صعبة مهددة بالإرهاب ويترصدها في كل حين. نعم. مثل العالم. هذا الخطر الكبير الذي ينشر ثقافة الموت. ما هو بإيجاز ما هو تفسيرك لهذه الظاهرة؟ وهل تعتبر أن الثقافة والإبداع عموما يمكن أن يتصدى للإرهاب؟
طبعا انا اشوف بان الابداع والفن على العموم يعني هو في الحقيقه الحائط الابقى، حتى عندما يقتلون ويرتكبون الجرائم، حتى عندما يبيدون، حتى عندما يوصلون بلدانهم الى سقف اليأس، يبقى الفن هو الوسيله الوحيده والحائط الاوحد الذي لا يمكنه ان يموت، وهو وسيله مقاومه، لانها مقاومه تتجدد بشكل دائم، سواء في الروايه او في اللوحه او في السينما او في غيرها. طبعا هذه الظاهره انا لا اقول انها دخيله على المجتمع العربي، ولكنها هي في الحقيقه صوره ايضا للخيبات المجتمعيه التي عانت منها المجتمعات العربية، صوره ايضا للديكتاتوريات التي تتجدد اوجهها. يعني نحن عندما نظن بانها ماتت تستيقظ لنا من جهة أخرى، ولكن أيضا هي الأمل، خصوصا بالنسبة لنا تونس، يعني أمل كبير، لأنه خلينا نقول أنها الثورة الوحيدة التي أثبتت بأنه يمكن للتحويل الديمقراطي أن يتم، ولكن شرط طبعا أن تنضم إلى المشروع الديمقراطي بقية مكونات المجتمع الثقافي والسياسي والمجتمعي أيضا، يعني لأنه لا خيار لنا في نهاية المطاف إلا هذا المنظور. طبعا أيضا تونس تشكل لأنها فاتحة هذه الثورات، ولأنها أيضا تجربتها فيها الكثير من النجاح وحتى الكثير من التقليد من بلدان أخرى، ولهذا تصبح نسيب، تصبح هدف بالنسبة للآخرين. يمكنني أن أفسر العمليات الإرهابية هي هذه الوسيلة لإسقاط هذا النموذج الأوحد في الوطن العربي. وأنا كتبت كثير من المقالات في القدس العربية عن النموذج التونسي وتحولاته التاريخية. نعم أستاذي، تحضر إلى تونس للمشاركة في احتفاليات المرأة بعيدها. قدمتك في بداية اللقاء قلت قولتك: في كل امرأة شيء من المستحيل، وفي كل رجل شيء من العجز والغباوة في كشف هذا المستحيل. أستاذي، كيف تتجلى لك صورة المرأة في كتاباتك؟ أولا شوف، خليني ناخذ تونس أولا ظاهرة مثلا في العلاقة مع المرأة. أنا أعتقد أن الفترة البورقيبية نستطيع أن نقول عنها ما نشأ في مسألة الحكم، ولكن في مسألة المرأة هي تجربة متأصلة جدا، وشكلت وما زالت تشكل التجربة النسوية في تونس نموذجية عربية كثير مهمة، وتحتاج لأن تتطور وتتعمم أكثر. طبعا المرأة بالنسبة لي هي الكل، لأنه هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، معناته هي الشخص الذي يحافظ على التوازن المجتمعي. أنا أدهش أحيانا من العداوات ضد المرأة. كيف ممكن تكون ضد أختك أو أمك أو جدتك؟ يعني مثلا يعني عندما نتكلم عن الحركات الأصولية، ثم أن المرأة في الحقيقة هي صمام أمان أيضا. هي هذه اللحظة الوجودية المهمة التي عندما يختل المجتمع ويختل توازنه تظل هي المؤشر الحقيقي لنوع من التواصل ونوع من السير إلى الأمام. نعم تفضل فاطمة. من الأشياء المعروفة على الروائي الكبير وسيني الأعرج أنه يدافع كثيرا على الرواية وينتصر لها. أستاذي، ما الذي يجعلك تراهن على الرواية في مواجهة هذه العولمة المتوحشة التي تزحف على العالم؟ هي في الحقيقة سيتي سوسيتي باراليل، ما نقول على الرواية، هي اللحظة التي تمنحنا فرصة لكي نرى العالم بشكل آخر. طبعا نحن داخل عالم قاسي صعب، الحيوات فيه صعبة، تجارب أيضا الإنسانية صعبة، صراعات أيضا صعبة، البحث عن حلم وأفق مجتمع ديمقراطي أيضا ليس مسألة سهلة. ولكن لحظة الرواية هي لحظة فيها شيء من الاستكانة وشيء من الحب وشيء أيضا من الحرية، لأنه أنا بالنسبة لي الكتابة هي في نهاية المطاف لحظة حرية. عندما نفقد هذه الحرية نفقد أيضا هذه الإمكانية، ولهذا نحن نختبر أنفسنا وقدرتنا على الحرية والتحرر من خلال النص الإبداعي أيضا والروائي. أستاذي، تقول أنت تحكي تو على الحرية، وأنت تقول في آخر حواراتك أنه الحرية هي صديقتي، صحيح ولا؟ مضبوط. هل تعتقد أنك تعيش في فرنسا، في بلاد الديمقراطية وبلاد مش حرية برك، بلاد الحريات؟ هل أنت في حاجة إلى أن تكون صديقتك الحرية؟ أنت حر يعني. نعم. لا شوفي، أولا حتى وجود فرنسا يعني في الحقيقة، لأنه الحرية هي مسألة نضالية أيضا، أي أنها لا تتأتى هكذا بسهولة. كنت بالجزائر وقاومت هذه الماكينة الإرهابية في حدود طبعا ما أملك كروائي وككاتب.
ولم يمنعني الخوف ولم تمنعني التهديدات من إيقاف هذه اللحظة الاختبارية للذات ولقدراتها على التحرر. لهذا نقول أنها صديقتي معناته أنها مرافقي، أنها القريب مني، أنها الذي يسير معي في اللحظات الأكثر صعوبة يعني. وأنا أستجيب لها لأني أشعر أنه لا خيار آخر سوى هذا الوجود الجميل الذي يسمى الحرية. نعم أستاذي، أنا فاطمة بن محمود كاتبة من تونس، يشرفني أني ديما نتعلم عليك، نتعلم الكتابة ونتعلم في خارج الكتابة أيضا. شكرا لك كثيرا على هذه اللحظات الثمينة. شكرا لك. أنتم أيضا كنتم طيبين وشكرا على الدعوة. العفو. شكرا لك أستاذي وسيني الأعرج. بعد قليل باش نواصلوا في وطني في عينيك مع مبدعة تونسية زادة وناشطة في المجتمع المدني، في الواقع قاعدة تقدم في مجهود كبير سواء لتونس ولا حتى للجالية اللي موجودة، الجالية التونسية الموجودة في فرنسا. المنحة اللي خذته منحة مهم جدا في تداخل بين الفعل الاجتماعي والثقافي والحضاري اللي عنده علاقة بتاريخ هذا البلد الطيب. اتقي ربنا فيا أمل ماهر، ثم نرجع لمواصلة حديثنا مع ضيفتنا بعد قليل تكتشفوها. أنا مهما اشتكي منك ما اقدرش استغنى عنك، واللي مخليني ساكتة إخلاصي وحبي فيك. محتاجة ليك معايا ولا أنت مش معايا؟ من يوم ما بقيت حبيبي وأنا ليا حقوق عليك. أنا مهما اشتكي منك ما اقدرش استغنى عنك، واللي مخليني ساكتة إخلاصي وحبي فيك.
في عينيك وطني، وطني في عينيك، وطني في عينيك. سفر في رحاب الثقافة والوطن. أيها المسافر أينما حللت، تكلم عنك وعني، زادك فكر وفن. في عينيك وطني، وطني في عينيك. نواصل مستمعينا في مقهى الثقافية، ومنها يأتيكم وطني أو تأتيكم وطني في عينيك. رحلة المقهى تتواصل إلى حدود منتصف النهار اليوم بصفة استثنائية. فقرتنا المعتادة قسمناها على 2 أجزاء. ظهر لي الحدث يستحق وسيني الأعرج، لكن ظهر لي احنا تعسفنا على ضيفتنا الثانية، لأنه نصف ساعة صراحة لا تكفي للتعريف بضيفتنا التونسية. سعيد جدا بحضورها. وداد كاربونتي، مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. عايشك اهلا وسهلا. فاتوم تعسفنا اليوم على وداد. هو حتى ساعة باقي ما تكفيش، خاطر خاصة للناس القناة اللي تنشط خارج حدود الوطن، خاصة تنشط معناتها باجتهاد كبير خارج تونس، وتقدم خدمات جليلة لتونس الغالية. خاطر ساعة وقتهم هما مع يجيوا في زيارة للعائلة وشوية مشاريع، ساعة احنا بدنا نتعسفوا حتى باش ناخذوهم للإذاعة. باهي نرحب مرة أخرى ونخليك فاطمة ترحب على طريقتك بمبدعتنا التونسية وداد كاربونتي. مرحبا بك وداد. وبيك عايشك. للمستمعين الكرام نقول وداد امرأة من عمق تونس، امرأة مزيانة برشا، زين تونسي أصيل. وداد عندها روح تونسية تتقد حيوية ونشاط، وتحمل عشق كبير لأحلى الأوطان لتونس الغالية. وداد في صغرها كتبت قصايد وقصص كثيرة عن تونس. الجزء الآخر الجزء الآخر. وهي ما زالت صغيرة أيضا، هي هاجرت إلى الضفة الأخرى من المتوسط لتكتشف أنها لم تغادر تونس تسكنها، واكتشفت أن علاقتها بتونس كبيرة جدا، لذلك أرادت أن تقدم خدمات لتونس، أرادت أن تكون وفية لجذورها، فحملت حب تونس وسحر تونس وعمق تونس إلى الناس التوانسة اللي عايشين غادي. عملت 2 جمعية تهتم بالأطفال التوانسة، وجمعية تهتم بالشباب التوانسة. الأولى تصالح الأطفال مع الثقافة التونسية، مع التقاليد، مع الفنون التونسية، مع المألوف التونسي، والثانية تربيهم على محبة تونس، والثانية تاخذ الشباب وتعلمهم يتصالحوا مع المجتمع، تعلمهم وتعاونهم باش ياخذوا فرصة في المجتمع الفرنسي بتوفير ورشات للعمل ونكتشفوا هذا بعد قليل. ظهر لي هذا باش يكون على الأقل بداية لقائنا مع وداد كاربونتي، لكن خلينا نكمل معاك فاطمة. التعامل مع الفئات العمرية هذه سواء الشباب وإلا الصغيرات ظهر لي ماهوش سهل، يعني ماهوش سهل بالكل، وخاصة في المرحلة هذه. هي قبيلة كانت تحكي لي باش نتعسف عليها شوي، وكاني باش نجاوب في عودها، ما هي أكيد تعطي تفاصيل أكثر. حتى أنا عندي إنه إجابة. الأطفال التوانسة اللي كانوا يحبوا يدرسوا اللغة العربية، إما يدرسوا في المساجد الفرنسية أو يدرسوا في جمعيات ذات ميولات سلفية بتشدة. فهذاك علاش احنا توا ماهيش منظمة الأمور، ماهيش منظمة بالكل. لكن أنا لاحظت المرة هذه معها هي اللي باش يعلم الصغيرات الإسلام ويعلمهم الثقافة التونسية وكذا، وفي إطار جمعية مدنية. هذه النقطة الإضافية اللي هي أضافتها في المجتمع الفرنسي، والمشروع حسب حكيت لي ناجح برشا معناها في طريقه إلى الانتشار. ما نعرفش تشاركني فيها ولا فاطمة. ثم جانب من التلقائية الكبيرة المتوفر في المراه هذه، ربما أنا نجم نبلغوا السادة المستمعين اللي ما قابلوهاش. بالحق تحس عندها سلاسة تقبلك، ترتحك، تخليك مرتاح. ما نعرفش هذا اللي وصل لي. هذا انا بيدي اللي وصل لي، وذاك علاش قلت لك امراه عندها عمق تونس وعندها سحر تونس وعندها جمال تونس. مرحبا بك. مرحبا بك. عايشكم
والله انا عجزتوني تو على الكلام بعد الكلام اللي سمعته هذا كل باش نمشي نروح يظهر لي باش نقعد نبكي شويه ساعه لا بنتي احنا نحبوك فرحانه معنا. انا لا يعني من الفرح يعني انا كيف نلقى ليكو هذا الموجود في تونس بالعكس نزيد يشجعني ويزيد يخليني نعطي اكثر من اللي عندي. انا حبي لتونس مش من البارح، يمكن من انا ملي تولد انا تونسيه ونتشرف، وديما نقول حتى كي يقولوا لي انت فرانكو تونسيين نقول لهم انا تونسيه يعني قبل كل شيء، قبل ما نكون عندي جنسيه اخرى. الصغار والشباب كان ديما الهاجس نتاعي خاصة كيف نوليو يعني كيف نمشيو المهرج ونخرجوا من بلادنا الوطن الأصل الأم ونوليو نحن بيدنا دي مامون، يولي عندك حس أكثر ومرهف أكثر وتتعلق بتونس أكثر، تتعلق ببلادك أكثر. هذاك اللي خلاني أنا ما نحبش نستعمل كلمات تطرف وإرهاب والكلام الكبير الكل الناس الكل تستعمل فيه في أي حاجة ولا وعاء فارغ كل شيء نحطوا فيه، كل شيء هذا تطرف هذا إرهاب هذا ولينا نستعمل فيه. أنا نحب نقول اللي كي بس وصلت بنتي عمرها 3 سنين وحبيتها تقرا العربي لاغاب ليتيغير، انا قلت لها خاطر هما في المكتب في فرنسا يبداو من 3 سنين ليكول ماترنيل 3 سيزون، يعملوا 3 سنين ليكول ماترنيل، يعلموا فيهم بفاسون جويوز جوليديك هكا تعرف حاجات بسيطه لكن حاجات عميقه. يعلموا فيهم كيفاش يغنيوا، كيفاش يتكلموا، كيفاش ينطقوا، كيفاش يتحركوا بيديهم، كيفاش يعرف اللي هو شنو لي كاباسيتي اللي عنده باش يستغلها، ينجم يستغلها وينجم يحاول يولي هو عضو فاعل في المجتمع. من وقتها يبدا يتاثروا اكزاكتومون من وقتها يبدا. انا قلت بالضبط زعما زادت تعلمها رغم اني نكلمها عربي وتحكي هكا شويه تونسي، لكن فما حاجه ناقصه، حسيت اللي فما حاجه ناقصه. وليت اتصلت على الانترنت وبديت نشوف، اتصلت اول حاجه بالميسيون كولتوريل، قالوا لي يا مدام تبدا كان من 6 سنين. 6 سنين بعيد بالنسبه لي انا برشا. 3 سنين باش نقعد نستنى بنتي ما تقراش العربي ما تجيش، رغم اللي انا بنت مربي وبنت من عائله نتاع تعليم، نعرف شنو معناها تعليم وكيفاش، لكن ما حبيتش انا نعلمها بنتي. انا حبيت نعلمها الكولتور، حبيت نعلمها الغناء، حبيت نعلمها ثقافتنا، حضارتنا، لباسنا، كيفاش نحن عاداتنا، تقاليدنا، روحنا. اما حبيت اللغه العربيه نحبها عند مختصين. انا مؤمنه بالاختصاص، انا نخدم ريسورس هيومان ونعرف اللي كل حاجه عندها الاختصاص نتاعها وعندها المختص نتاعها اللي ينجم يوصلها احسن منا نحن، خاطر ما نجموش اون با با اتر بارتو. اللغه هذه دونك من اول الو، بعد قلت خلينا نشوف الجمعيات اللي موجوده. ساعات من كلمه الو نتفجعوا، يعني كيفاش يجاوبك تتفجع. ما نحبش نقول متعرفين، نحب نقول على غالب. فما حاجات هذه موجوده والله غالب. ان شاء الله تتاثر اكثر، ان شاء الله نجموا نحيوها شويه، وما نجموا نحيوها شويه كان بليزاكسيون هذوما، الملتيبليكاسيون ليزاكسيون نتاع الجمعيات المدنيه اللي تاخذ على عاتقها توصيل الثقافه، التسامح وحضارتنا وتاريخنا وعمقنا بطريقه حلوه ومزيانه، والصغير يجيك فرحان ومتقبل. انا صغار كيف نبدا ساعات مانيش الغاديك يبداو وين يديت، يعني انا لا نقريهمش راني انا ناثر هكا. عندي اللغه العربيه انا والاختصاص الاخر اللي خديته ناخذ الصغار من ترونش داج 3 سيزون، خاطر انا لقيت في روحي في 3 مع بنتي ما لقيت حتى حد، دونك 3 سيزون خديتهم ان شارج. خذيتهم لكن يعملوا شنو؟ يعملوا مالوف ويعملوا مسرح. علاش المسرح الطفل اللي عمره 3 سنين؟ خاطر نحن في فرنسا نجموا نحكيو على المسرح نتاع الرضع، يعني فما ايتود كامله راهي هي دونك انا قلت له حبيت نلقى مسرحي تونسي عايش في المهجر باش يفهمهم اكثر، باش يعرف يقدم الافاده اكثر، يعرف شنو المشاغل نتاع الاباء والامهات، وعلاش هو كولده هكاك ما يحكيش العربي، ما ينجمش ينطق العربي. عليه خاطر لو تعليم اللغه العربيه حتى يكون كوبل ماهوش ميكس، يكون كوبل تونسي 100%، الطفل راهو اللغه الام نتاعو ماهيش اللغه العربيه، حبينا ولا كرهنا ماهيش اللغه العربيه الام نتاعو، هي اللغه الفرنسيه، واللغه العربيه هي لغه ثانيه. دونك انا خذيت على الموديل لانجلو ساكسون كيف يعلموا اللغه الانجليزيه، يعلموها وهو يغني وهو يشطح وهو يتحرك وهو يعمل مسرح وهو يعمل دي جو درول. هذيك الفكره اللي جات، اللي علاش حطيت في الجمعيه هذيا مسرح.
الطفل يولي يقدم روحه وما عادش يحشم وما عادش يخاف. صحيح. يكون شخصيته يولي يعرف يجاوب كله مع بعض. كل شامل. هي فريمون اكتيفيتي شامله ومتكامله تبني شخصيته، تبني الادراك الحسي نتاعو، وتبني كيف هو كيف يعرف يقدم روحه، كيف ما عادش يحشم وما عادش وقدام جروب ينجم يتكلم، ياخذ ثقه في نفسه، ياخذ ثقه. ما عادش حتى حد من بعد ينجم يقول له حد اي راي وهو يقبله ويتقبله ويقعد ساكت. وفرويد ياكد انه التربيه والتكوين تبدا في الطفوله. هذاك علاش ولك هذاك علاش نحن في الجمعيه هذه هي توا الحمد لله عملت نشاطات. عندي بدينا في 21 سبتمبر، عندي 26 صغير فيها من 3 سنين ل 14 سنه. جمعيه تولدت نهار 5 جوان اكزاكتومون. عملنا لقاء مع امهات في الحي اللي نسكن فيه هنا في باريس 17. عملنا لقاء وكلنا هكا نتحاوروا مع بعضنا ونحكيو. لقيت روحي on partage tous le même problème. الكلنا كيفاش نفس المشاكل، كيفاش باش نعملوا لولادنا هذوما، كيفاش باش نعلموهم ونعملوا لهم الترانسميسيون هكا دو فاسون اللي هما ما يشعرش بها، اللي هو يلقى روحه توصي من غير ما يشعر. خاطر هو ساعات يكون فما رفض. الصغير ساعات علاش ما يحبش ينطق العربي؟ خاطر هو مش عارف على روحه اخي هو عربي ولا فرنساوي. علاش كي يخرج لبرا في الشارع يحكي كان بالفرنسي، كي يدخل للدار يحكي عربي؟ هو راهو il faut se mettre à la place de l'enfant qui a 2-3 ans وبدا يتكلم. يعني مش سهله راهي، يعني في مخه برشا حاجات قاعده تتضارب في بعضها برشا. يعني لازمنا دونك وتنسقنا مع التجربه. زاد لازم نقول لك انهم يبداو من 6 سنين، ما يبداوش قبل 3-4 سنين يبداو مع لي مامون ليبانيز. عاملين زاد جمعيه ويعملوا في ترانسميسيون كولتور ليبانيز. انا لقيت هذه وقت اللي حاولت نلوج، لكن ما حبيتش ولادي ياخذوا لاكسون ليباني. يعني اللهجه اللبنانيه. قلت له ليه انا ولدي تونسي نحب تونس. قلت لي قبيله حتى في الجمعيه نتاعك ثم اطفال مغاربيين. اي وخذيتهم هذاك حتى كيف يتعلموا في النشيد الوطني التونسي. جو مسوي اكسكوزي اوبري دي مامان، قلت لهم راهو سامحوني راهو يتعلم، اما نوريهم العالم المغربي ونوريهم العالم الجزائري، ويعني يعرفوا اللي هو يقول انا جزائريه، لكن الغالب يحفظ في الجمعيه النشيد الوطني التونسي. الفكرة كمل إذا كان عندك ما تكمل وداد. لكن زاد نحب نعرف إنه ما بقيتش مع الصغار برك، حتى الطلبة بديت معاهم قبل. كمل لي نكمل لك الفكرة هذه. دونك في الغيونيون هذه قابلنا وتكونت الجمعية هذه، والحمد لله قاعدة تنشط. وعندنا برشا اسمها أولادنا. جمعية أولادنا. سيت ويب أولادنا awledna.com. واللي يحب يعمل لي كونتاكت سي contact@aw.com. وعندنا باج فيسبوك ومرحبا بكم الكل ونجاوب على الأسئلة الكل. راهو اللي يحب يزيد أكثر استفسارات خاطر الوقت قصير شوية نجموا نعمل فيه. لكن انا توا باش نزيد نقرب الجمعيه هذه، باش نزيد نقرب لي دات كلي اللي في تونس. يلزمهم التوانسه كيف يدخل هو ملي يدخل يقول عسلامه وصحوالكم مرحبا وكل نحكيو كان عربي، يعني كلهم نحكي عربي ولهجه تونسيه خاصه. عندنا دونك قلت لك لي دات كلي هما اللي توا اللي جايين. عندنا اللباس الوطني التقليدي التونسي، عندنا نهار 16 مارس اللي نحتفلوا به، وعندنا نهار 20 مارس عيد الاستقلال والشباب. انا قلت هما بداوا من سبتمبر سي فغي، لكن انا ضغطت على ليكيب نتاعي اللي يعملوا. هي عندي استاذه من العربيه تبدا من 6 سنين اللي هي هيفا صمود، ماخذتها من الميسيون كولتورال ايدوكاتيف كولتورال اللي نشكرهم برشا، اللي من اول ما كلمتهم وحكيت لهم على المشروع رحبوا به الحق وخصوا لي الاستاذه هذه تجيني نهار الاربعاء العشيه ونهار السبت الصباح وقت الاوقات الجمعيه. وعندي زياد برحومه اللي هو يعلم الملوف، واختيار الملوف ماهوش اختيار اعتباطي. اخترته عندي غرض وهدف كترانسميسيون نتاع الكولتور العربو اندلوز نتاعنا لازمنا نعديوها. والحاجه الثالثه المسرح اللي قلت لك حكيت لك عليه. عندي عبيد جماعي اللي هو استاذ مسرحي واللي هو مخرج مسرحي قاعد يعلم في الصغار هذوما وخذ البيداغوجيه نتاع الصغار. علاش قلت لك راهو عندي كل واحد واختصاصه وكل واحد مختص فيه. انا هنايا نأطرهم ونشوفهم وندخل الوقت اللي يلزم. صح. هذه على الشباب، هذه على الاطفال، يكبروا هذوما شنو باش تعمل لهم؟
حضرت لهم جمعيه اخرى اسمها هارد وركرز. الفكره نتاع هارد وركرز انا قلت لك عندي 15 سنه في فرنسا واكثر، اختصاص موارد بشريه في الميدان الاعلامي خاصه الديجيتال. يجيوني دي سي في ودي دوموند نتاع طلبه يحبوا يجي يعدي ستاج يجي يخدم في فرنسا، لكن انا نشوف فما ديكالاج ما بين كيفاش حسيت اللي فماش ناس تعرفش تقدم رواحها. مش هو نقص، راهو في تونس نختاروا برشا سافوار فيغ لكن ننساو شويه سافوار اتر، على خاطر ما عندناش وقت وعلى خاطر برشا حاجات، فما ما نحبش ندخل فيه الموضوع هذا. هذاك علاش انا خذيت على عاتقي نكونهم هذوما الطلبه هذوما في تو سكي سافوار اتر، كيفاش يقدم روحه جوستومون نعاودوا نرجعوا لحكايه المسرح، حكايه الواحد راهو كي كان فما بريزون شارج من الاول ما نوصلوش لهذا، مي بون يقدم روحه كيفاش كومون سو فوندر، هو سي بزنس يولي بعد. ونحب انا نفتح له الافاق في اول خطوه في الحياه العمليه نتاعو، يعدي تربص عنده قيمته. يعني بعد في السي في نتاعو يلقى اللي هو خذ خبره في اختصاصه صحيح ومميزه. الخبره هذه ينجم من بعد يديكروش ان بروميير امبلوا بركتي، وخاصة في فرنسا هذه أنا نعيش الغادي في فرنسا أكثر من 70% من الستاج اللي يجيو يعديو 6 أشهر، أكثر من 70% يوليو سيدي ياخذوه، يوليو يقعدوا عندهم. كيف ينجح التربص نتاعو؟ علاش سميتها هاد وركرز؟ هو مش جاي باش يلعب، هو جاي باش يخدم. كيف يخدم يوري يبرز طاقات نتاعو، يوري روحه اللي هو خدام ويعرف يخدم ويدخل بركدي، ينجم يكسب خبره مع اكثر، يقعد عام واثنين ومن بعد انا نحبوا يرجع لتونس، خاطر تونس محتاجه له. هذه الحكايه اللي نحكي فيها الكل نفهمهم للطلبه، باهي كيف تجي تخرج لبرا وتعمل الخبره نتاعك وتاخذ خبره لكن يلزمك ترجع تنفع بلادك. انا لقيت فوا اخرى الحمد لله كيفاش نجمت نرجع لتونس، خاطر ما نجمت باش نعاون، خاطر ما نجمتش نعاود نرجع فيزيكمون ونولي نعيش في تونس، لكن لقيت خلقت الاضافه اللي نمشي ونجي ونعلم التوانسه هذو ونحاول اللي اكتسبته انا غادي تفيد التوانسه هنا اكزاكتومون الخبره اللي اكتسبتها الكل نحاول نعديه لهم ونعطيه لهم ونحاول نأثرهم ونقول لهم كيفاش ينجم يعيش يولي يحكي ثقافة المؤسسة. أنا ولينا في إطار كبير برشا، باش يخلق الإضافة، باش القدام الشيف دونتربريز علاش يختار ستاجير تونسي وما يختارش ستاجير فرنساوي، خاطر باش يولي ستاجير تونسي زاد في نفس المستوى نتاع الستاجير الفرنساوي. عمليا هذيك كيفاش تتم؟ انت حكيت بشكل عام، نعم. لكن عمليا خذ لي مثلا طالب ماشي لفرنسا، قبل ما يمشي لفرنسا هو طالب في تونس، انا ندخل في كونتاكت مع الشيف ديتابليسمون ليونيفرسيتير اللي في تونس، نعرض لهم الفكره نتاعي، نبعث لهم سيت ونبعث لهم باج فيسبوك سامحوني. السيت هو www.hworkers.fr والباج فيسبوك hworkers زادا، وسينو info@hworkers.fr، هذوما باش اكثر تفاصيل. نبعث لهم. الحق لقيت كان تقبل من المؤسسات هذيا، ودخلت مع دي كلوب نتاع لي ستوديون هذوما ولي جونيور جي سي. والحق هي منظمه، يعني الجامعات نتاعنا فيها تلقى ماتير، تلقى باز. دخلت معاهم وفهمتهم ووريتهم، والحق لقاو الطرحه. انا بديت من فيفريي. الفورماسيون تعملها هنا ولا يعملوها غادي؟ لا، نعملها هنا قبل خاطر نعمل هنا الفورماسيون، ويعملوا الفورماسيون فيها ان اتولي ريداكسيون سي في. الاتولي الثاني نعملها على نهارين. الاتولي الثاني لي زونتروتيان كومون باس ان انتروتيان ان فرونسي تو سا. ومن بعد في لي زابري ميدي ديما نعملوا البراتيك. اون في لونتروتيان فاس ا فاس. انا جو سوي ريكروتوز، سي مون ميتيي، وانا نعلمهم ونحاول نعطيهم اللي الاخطاء ما يلزموش يقعوا فيها، يعني فريمون ابروش بروفيسيونيل. انت باش تمثل دور الشركه اللي باش تاخذهم، المؤسسه. ولا انا الانترميديير ما بين المؤسسه وما بين الطالب وما بين الكليه اللي هو موجود فيها.
هذا ايش نعمل. وعمليا كيفاش قمت؟ قمت حتى الان، يعني حتى الان هاد ورك كلاس بديت هي فيفريي عام ناول، كونت 60 طالب. في 3 و 7 ديسمبر عملت فورم دو ستاج، جبت شركات فرنسيه من فرنسا وشركات موجود وشركات هنا موجوده في تونس، لكن هي عندها بعد عالمي، شركات عالميه وفي الاوفشور هنا في تونس. وجبنا دي ستاج وعملنا فورم دو ستاج اللي هو لو 3 صار في ليني كارتاج. اخترت مؤسسات عموميه لاني انا بطبيعتي بنت المؤسسه العموميه، نعرف شنو هو المؤسسه العموميه باش نعطيها دفع اكثر، وان شاء الله نواصلوا في النسق هذايا، وان شاء الله المؤسسات العموميه نتاعنا تزيد تحل ابواب اكثر، خاطر هما فهموا الحمد لله، ما شاء الله نزيدوا نواصلوا التعامل مع بعضنا اكثر. وفي سوسه، في لينيزوم تاع سوسه، لكن انا قريت في سوسه وفي مستير وفي تونس، يعني في عده ورشات صاروا قبل 7 ولا 8 ورشات، نجي كل شهر هكاك ولا جمعتين نعملوا كونسونطري نتاع فورماسيون. بعد وتوا الحمد لله فما دي ستاجير بداو يخدموا، بداو ستاج نتاعهم، ولقيت اون بون روتومبي الحمد لله يا رب. هذا بشهادتهم هما، يعني انت تتبعهم نتبعهم، انا نتبعهم ونشوفهم ولين يوصلوا، خاطر انا من بعد زاده فما اوراق مع الديريكت، يعني انا مع السلطات الفرنسيه اللي يلزمها تكون حاضره من قبل، وفما اجراءات يعني اداريه اللي انا نقوم بها، زاده ناخذها على عاتقي ونقوم بها، يعني سهل لهم لو ماكسيموم بوسيبل باش يجيو هما مؤثرين. كيف يجيو زاد نوريهم، نحاول نلقى لهم سكن لكن ماهوش غارونتي، راهو خاطر ماهوش ديما ساهل. انا جمعيه وقاعده نحاول نلقى دي بارتنير في كل حاجه باش نجموا نخدموا باريحيه اكثر. انا نحب نسال تفاعل السلطات التونسيه توا لهنا، وزاره التعليم العالي، وزاره التربيه، ما نعرفش انا، وتفاعل السلطات الفرنسيه، تعرف في ظل الوضع هذايا، الوضع العالمي الجديد هذايا والارهاب واحد، ثم ظهر لي ثم ما نعرفش انا ثم صعوبه، ولا احكي لنا شويه. ابدا لي بتفاعل السلطات التونسيه. قلت لك السلطات التونسيه يعني العمداء والمديرين المعاهد الكل ترحبوا، الوزارات اعلى سلطه في خاطر على سلطه بينجموا يكونوا كان فرحانين بالشيء نقدموا فيه، ما نجموش يكونوا اوترومون. هذا اللي نجم نقول لك عليه، لكن خلينا نحكيو من السلطات الفرنسيه خاطر هو اللي باش يتقبلوا اكثر. كل انت اصعب شويه هي كي تمشي لهم السلطات الفرنسيه ويشوفوا اللي امورك واضحه والجمعيه مؤشره واللي عندك برنامج وعندك ويعرفوك انت شنو. انا عندي 15 سنه، عندي اسم غادي في فرنسا والحمد لله، مانيش يعني يعرفوا يا دي زيتيكيت والاتيكيت اللي تري بون كولي الحمد لله يا ربي، يعني ربي يعطاني وفقني في الحكايه هذه. يعني بقدر ربي الحمد لله الباب مفتوحه، وحتى لو كان فما اجراءات تتعطل شويه خاطر فما اكتظاظ ساعات في نفس الفتره، الناس الكل تحب تجي في فرد وقت، اما يتقبلوا فاهمين ووضع. وفرنسا راهي تميز برشا، يعرفوا شكون الباهي وشكون الخايب، ويعرفوا شكون اللي يخدم بالكدا وشكون مش يخدم بالكدا، ويعرفوا شكون اللي قاعد يحقق في الاضافه وقاعد اللي هو فريمون قاعد يخدم، ما فماش حتى غرض من وراء. عندهم ثقه في الكفاءه التونسيه، عندهم ثقه في الكفاءات التونسيه، خاطر معناها لم تهتز بالاحداث اللي صارت متفرقه. حتى لو كان فما اهتزاز ديما الفرنسي راهو الشعب الفرنسي شعب مثقف، هذه الحاجه اللي لازموا ناكدوا عليها. يميز مش ما غلطونكمش، ما يلزمش تغلط الاعلام، ما يلزمش ساعات فما اعلام موجه، ما نعرفوا نحن كلنا ما نفهموش معناها اعلام موجه، لكن كيف ندخلوا في العمق الفرنسي فما ايكو باهي يعني. يعني احسن الطب تو في فرنسا، احسن توانسه المهندسين، يعني الحمد لله الكفاءه التونسيه ديما تقعد عاليه، وديما يشهدوا لها الحق. ما نجموش خاصة بالمصداقية وبالتفاني بالعمل. أكيد يجربوا هما بيان سور، هما يجربوا يشوفوا ويعرفوا كيفاش. يعني أنا الحمد لله في السلطات الفرنسية أي باب نطرقوا نلقى الحمد لله باب مفتوحة وتتحل ونحكي ونتحاوروا ولو بوغي لو كونتر اون افونس. الحمد لله. الحمد لله. احنا تعصفنا عليها باش نكملوا نتعصفوا عليها باش نختموا الحديث هذا المهم معاها، لأنه جزء آخر ما لازمش نفوتوه. هي طلبت أغنية ماجدة الرومي، نحب نخليها تسمعها، وثم جزء آخر في شخصية انا نحب نسالها نقولها كي تبدا في فرنسا شنو تتوحش في تونس؟
نتوحش تونس الكل، نتوحش شمسها، نتوحش ريحتها، نتوحش البلاد العربي. والله يعني انا بنت حمى عربي وبنت يعني نتوحش كل ركن في تونس. تتوحش لمدرستك، اصحابك، نتوحش كل شيء. انا توا كي نجي لتونس نحرص اللي انا نسكن في الدار اللي تعطي اكزاكتومون على المدرسه نتاعي الابتدائيه نتاعي. يعني ديما كل صباح نصبح على مدرستي، وتحيه العالم كي تبدا موجوده في تونس انا نحيي العالم معها، خاطر حاجه نقصتني برشا برشا برشا، وخاطر ما لقيتهاش في فرنسا. انا في فرنسا نلوم عليهم ما يعملوش تحيه العالم. انت في السي نتاعك وفي المراهقه بديت كتبت الشعر وكتبت القصه كيف الناس الكل. ما نحبش نفوتوا الفرصه دي من غير ما نستمعوا. شنو هي المواضيع اللي كنت تكتب فيها؟ اللي كتبت على برشا حاجات. انا كنت ياسر مغرومه بمحمود المسعدي باكزومبل، وكنت مغرومه بطاهر حداد، وكنت مغرومه بقاسم الشيبي، مازلت قلت مازلت ونحب برشا نزار قباني، الحب والمراه، نزار قباني وكيفاش حتى هكا، ومحمود درويش. يعني غيما ديما فما تفاعلات كبيره تبدا في مخي، يعني كيف وكنت ديما نحب الحاجه المميزه. نعرفش انتقائيه برشا ملي كنت صغيره. في قصايدك كتبت حاجه مميزه برشا، قصيده جميله انا ما ذكرتوا لي قبيله شويه. هذه اخر ما كتبت. يعني فما حاجات كبيره برشا، اخسر ما جبتش من في فرنسا موجوده، لكن انا كان لي شرف حتى نشرت في مجله المسار. يعني اتحاد كتاب تونسيه بالطبع. تشو عنك فتحرق امواجك شمسي، أحتاج إليك وأهرب منك وأرحل بعدك من نفسي، في بحر يديك أفتش عنك فتحرق أمواجك شمسي، أحتاج إليك وأهرب منك وأرحل بعدك من نفسي، بحر يديك أفتش عنك فتحرق أمواجك شمسي، وجهك فاجأني كالأمطار في الصيف وهبك ملء عصار، وجهك فاجأني كالأمطار في الصيف وهبك ملء عصار، والحب فرار والبعد قرار، الحب فرار والبعد قرار، وأنا